السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا لميا ابراهيم ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني اتمنى تخشوا تاخدوا جولة في القناة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. بإذن الله بإذن الله هتعجبكم جدا جدا جدا. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا النهاردة 3 طرق جميلة جدا جدا لعمل البسارية او الملوحة في البيت ب3 طرق تحفة. هتوفر عليكي وغدا وتخليل وتقلي منها وتعملي صينية يعني بصراحة تحفة تحفة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ معايا البسارية بتاعتي. أنا جايبة حوالي 1.5 كيلو من البسارية. حابة تجيبي كيلو مفيش أي مشكلة خالص. اعملي اللي انت حباه. بس أهم حاجة ان انت تختاري نوع البسارية الكويس النضيف. مش تكون مهروسة أوي ببعضها، لا تكون واحدة من واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده. وتكون طازة وتكون جميلة جدا جدا بإذن الله تعالى. أول خطوة معانا هنخلل البصل. دي أول خطوة معانا. طبعا هناخد الكمية اللي احنا عاوزينها من ال1.5 كيلو، وابدأ امشي عليها المية زي ما حضراتكم شايفين كده. بحيث ان اغسلها غسلة كويسة جدا، بس ما احطش ايديا فيها او احركها بايديا كده عشان ما تتهرش مني. لحد ما المية بتاعتي تنزل نضيفة وبيضة كده زي ما حضراتكم شايفين. الخطوة اللي بعد كده أسيب المصفى بتاعتنا تتصفى كويس جدا، وأبدأ أجفف البسلة بتاعتنا بمناديل المطبخ زي ما حضراتكم شايفين كده. لحد ما يبقاش فيها مية خالص، تبقى نظيفة كده ويعني بشوش كده. إن أخليها تجف معايا. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة سهلة جدا وبسيطة وهتعمليها. مش هيكمل الموضوع كله 10 دقايق. بإذن الله تعالى هو تاكلي أطعم وألذ بسارية مخلل بإذن الله تعالى. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم بخير. تمام. هبدأ الخطوة اللي بعد كده أجهز بقى الملح بتاعي والبطرمان اللي هحط فيه البسارية. شايفين؟ طبعا عندها ذمة بتجفف كويس جدا البسارية. طبعا هحط البسارية على جنب وابدأ اخلط الملح بتاعنا. معايا معلقة هرمية من الملح حسب كمية البسارية. انا معايا حوالي ربع كيلو. معايا معلقة هرمية على نص معلقة شطة ونص معلقة بابريكا. هقلب المكونات على بعض زي ما حضراتكم شايفين، وابدأ احط في البطرمان بتاعي البسارية. طبعا هحط كمية البسارية وعليها رشة ملح. هحط معلقة البسارية وعليها رشة ملح عشان الكل يختلط، وكله طبعا هيختلط لأننا هنقلب البطرمان يمين وشمال وندقلجه كده. هنحطه جنبنا على المطبخ لمدة 5 أيام. وهيكون تحت ايدينا. نحاول نقلبه شمال ونقلبه يمين عشان كله يختلط مع بعضه، وكله يبقى يتخلل في وقت واحد بإذن الله تعالى. زي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا الكمية بتاعتنا. هنبدأ نحط معلقة من الزيت. طبعا بيديله طعم وبيخليه جميل جدا جدا زي بتاع المحلات بالظبط. شايفين؟ ما شاء الله. حاجة سهلة جدا جدا وبسيطة هنعملها في البيت. مش هتاخد مننا وقت خالص خالص ولا مجهود. طبعا هنقفل البرطمان كويس بإحكام. حط كيسة ونقفل البرطمان زي ما حضراتكم شايفين، وهنخلطه يمين وشمال زي ما قلت لحضراتكم في الأول. وطبعا هيكون جاهز معانا بعد 5 أيام بالظبط. تمام. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم. نيجي للخطوة اللي بعد كده أو الطريقة اللي بعد كده. طبعا هنعمل البسارية بتاعتنا في الصينية. مش هتاخد منا 10 دقايق بالكتير خالص وهتكون جاهزة معانا. تمام. أول خطوة معانا، أنا بحب إن أتبل البصل بالتوابل. البصل مع الفلفل مع الطماطم مع البهارات بتاعتي، فلفل كمون وملح. شوية كده على البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين يا دوبك يدبل معانا بمعلقتين من الزيت. وطبعا الطريقة دي جديدة محدش قالك عليها قبل كده، بس أنا بقولك جربيها وإن شاء الله إن شاء الله هتعجبك كتير جدا. البسارية بتاعتنا هبدأ غسلها كويس جدا جدا، وطبعا منقوعة بالليمون ومصفية في المصفى. احط معلقتين من الزيت وابدأ احط الخلطة بتاعتنا اللي هي بتاعت البصل اللي احنا متبلين. هحط نصها بس في قاع الصينية وافرشها. شايفين؟ واخلي معلقة بس كده احطها على الوجه على وش البسارية كده من فوق. ابدأ اصف البسارية بتاعتنا
زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. طبعا احنا هنصفها واحدة جنب واحدة، مش هنحطها على بعضها كده كمية كده على بعضها، طبعا هتبقى مهروسة لما تستوي. تمام. هبدأ أصفها واحدة جنب واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده، وطبعا هتاخد مننا وقت. هصفها وارجع لكم تاني بإذن الله بعد ما اخلص. أرجو لو وصلتوا معنا للنقطة دي ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير. لايك يا جماعة عشان القناة بتاعتنا بعافية شوية، مع اني والله تعبانة فيها جدا جدا جدا، وربنا يعلم ان يعني بحاول ان اجيب لكم كل حاجة جديدة، وبحاول اعمل لكم كل حاجة. وان شاء الله يا رب تدعمونا كده. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. خلصتها صفيتها كده واحدة جنب واحدة، وحطيت بقية الخليط بتاعنا على الوش. بيديلها طعم وطرامة. وبتغمسي منها كده بالعيش او بالرز، بتبقى طعمها جميل جدا بإذن الله تعالى. هبدأ طبعا احطها على البوتاجاز 10 دقايق بس بالكتير خالص. 5 دقايق متغطية، و5 دقايق اكشف الغطا بتاعها. تمام. حابة تاكليها زي ما هي كده مفيش مشكلة، حابة تحطها تحت الشواية 5 دقايق تاخد لون هادي مفيش اي مشكلة. الطريقة اللي بعد كده، معايا معلقتين من الدقيق ومعلقة نشا. تمام. ومعايا الفلفل والكمون بهارات سمك. معايا كوباية من المية، احط شوية بشوية عشان عايز خليط سايل، مش سايل قوي بحيث انه ما ينزلش من على السمكية لما احطها فيها. تمام. التوابل ملح فلفل والكمون والبهارات بتاعتي اللي انا حباها. تمام. ومعلقة من الخضار، القوام بتاعها بيبقى بالطريقة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. هبدأ طبعا احط السمك بتاعي واحدة بواحدة، مش هحطه كله برضو مرة واحدة لحسن هيلزق كله ببعضه ويبقى كتلة واحدة. هحطه واحدة بواحدة واشيلها احطها في الصينية في الزيت سخن. تمام. لحد ما يبقى معانا جميل جدا جدا. وادي الرز بتاعنا، رز الصيادية تحفة مفلفل وجميل جدا جدا. يا رب النهاردة فيديو النهاردة يكون عجبكم. واتمنى يا رب لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك. ودي النتيجة. طبعا انا هحطها لسه تحت الشواية شوية، بحب اديها لون هادي كده. بس هي كده كده جميلة جدا جدا بإذن الله تعالى، وطعمها تحفة جميلة جدا جدا. طبعا في ناس بتحب البسالة، وانا عامله نوع تاني من السمك عشان الناس اللي بتحبش البسارية، بس طبعا الكل كل منها لان هي طعمها جميل جدا. والبسارية المقلية ديت سبحان الله يعني طعمها زي الجمبري، فاهمين؟ طعمها حلو وبتتاكل كده حاف. اتمنى رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اختكم باللايك والشير. اشوفكم على خير في فيديو قادم باذن الله تعالى. سلام.